الله على ابن المغرب. واول كلمة ابدأ بيها الفيديو بتاعي كلمة الله على ابن المغرب امين عدلي، لاعب المنتخب المغربي ولاعب باير ليفركوزن الالماني، اللي النهارده عمل مباراة رائعة. قدر ان هو يسجل هدف مفيش اروع من كده، وقدر ان هو يعمل اسيست، وبفضل هذا اللاعب المغربي قدر انه يفوز فرقته علشان يتصدر الدوري الالماني بفارق 8 نقاط عن البايرن ميونخ. بسم الله ما شاء الله عليك يا امين يا عدلي، بسم الله ما شاء الله عليك يا امين يا عدلي. يا جماعه زي ما بنطلع نتكلم على محمد صلاح، وزي ما بنطلع نتكلم على اشرف حكيمي، وزي ما بنطلع نتكلم على حكيم زياش، لازم ندي اللاعب ده حقه. النهارده بيسجل هدف مفيش اروع من كده، النهارده بيعمل اسيست، النهارده بيعمل كل حاجه في المباراه، فلازم احنا من دورنا نطلع ونتكلم عليه بما يرضي الله ونديله حقه، لانه ساهم بشكل كبير النهارده مع فرقته علشان يقدر يفوز النهارده 2-1 علشان ينفرد بصداره الدوري. فبسم الله ما شاء الله على لعيبه المغرب المتالقه والمبدعه في الاراضي الاوروبيه. بنتكلم على حكيم زياش وعلى اشرف حكيمي وعلى لاعبين كتير جدا جدا مغاربه محترفين في اوروبا. بسم الله ما شاء الله الواحد ليه الفضل ان هو يتكلم عليهم. والله العظيم النهارده امين عدلي عمل مباراه رائعه، قدر ان هو يسجل هدف مفيش اروع من كده، قدر ان هو يعمل اسيست. شافي الونسو اللي النهارده مدرب، او هو مدرب نادي باير ليفركوزن، اللي النهارده يعني كان مستغرب من الاداء العالمي اللي بيعمله امين عدلي النهارده في الملعب. النهارده طلع بعد المباراه مباشره وصرح وقال افضل لاعبين المباراه بالنسبه لي امين عدلي، اللي قدر يسجل النهارده هدف، واللي قدر يعمل اسيست، واللي ساعد فرقته بشكل كبير جدا جدا، فرقته المتصدره الدوري. يعني بكل تاكيد بنسبه 90% باير ليفركوزن هياخد الدوري، لانه بسم الله ما شاء الله معاهم لاعبين بتقاتل في ارض الملعب، ومعاهم ابن المغرب اللي بيعمل كل حاجه في الكوره، واللي بيقدر انه يسجل اهداف. فبسم الله ما شاء الله، ونتمنى ليهم الدوري ان شاء الله علشان ابن المغرب اللي معاهم. ركز معايا واعمل لايك وشير الفيديو لكل الناس، وصلي بينا على النبي وقول عليه الصلاه والسلام في التعليقات. تعالى معايا اقول لك ليفربول مهتم بمين، ليفربول عايز مين. تخيل معايا كده عزيزي المشاهد، بلال الخنوس لاعب المنتخب المغربي، اللاعب المتألق والمبدع، اللاعب اللي لسه صغير في السن، اللاعب اللي انا حرفيا بحبه جدا جدا جدا. نادي ليفربول الانجليزي، وده نادي الاول دلوقتي، هو متصدر الدوري الانجليزي. نادي ليفربول مهتم ببلال الخنوس انه يتعاقد معاه في انتقالات الصيف اللي جايه. بسم الله ما شاء الله لعيبه المغرب في تقدم واضح وظاهر وباين. احنا لو بنتكلم بس وعامل بس محتواي او فيديوهاتي على لاعيبه المنتخب المغربي المحترفين، والله كل ساعه هعمل فيديو، لان اللعيبه المتالقه والمبدعه كل يوم بيتالقوا لعيبه المغرب او لعيبه المنتخب المغربي اللي هم محترفين في اوروبا. اسمع معايا بلال الخنوس قال ايه وصرح بايه لما ليفربول مهتم، او لما لقى ان ليفربول مهتم بيه. بيقول لك قرأت عن اهتمام ليفربول ولزيج بخدماتي في الوقت الحالي، لا يوجد مكان افضل بالنسبه لي من جينك لدي وقت اللعب هنا، واتطور كلاعب وكشخص، وبعد اشهر سنرى ما سيحدث مستقبلا. بلال الخنوس اللي بيحترم فرقته جدا جدا، فرقته جينك بيحترمها جدا جدا جدا، وقال لك انا مرتاح في مكاني. ولكن فرق السماء والارض ونقله كبيره جدا جدا لما تكون بتلعب في نادي اسمه جينك ولما تلعب في ليفربول الانجليزي، نقله كبيره جدا جدا جدا. احنا دلوقتي الكل بيتغنى بمحمد صلاح علشان في نادي كبير اسمه ليفربول. طيب هل محمد صلاح ده لو انتقل للدوري السعودي هل هتفضل شعبيته هي؟ هل هيفضل الصيت بتاعه هو؟ هل الكل هيفضل يتكلم عليه زي ما بيتكلموا عليه دلوقتي؟ لا طبعا، لا طبعا. عشان كده ليفربول نادي كبير. بلال الخنوس لو انتقل لنادي ليفربول والله لا يكون من افضل لاعبين الدوري الانجليزي. وبكره هفكرك، لان بلال الخنوس بسم الله ما شاء الله يعني لاعب، يعني تبص عليه كده تعرف ان هو لاعب بسم الله ما شاء الله عليه من غير ما تشوفه بيلعب. القوائم بتاعته وشكليته وهبته في ارض الملعب تعرف ان هو لاعب متألق. فنتمنى ان شاء الله ليه كل التوفيق بعون الله،
ونشوف بلال الخانوس ان شاء الله يعني في افضل الانديه الاوروبيه. كمان المنتخب المغربي سيواجه كلا من المنتخب الموريتاني والانجولي في مباريات وديه في شهر مارس اللي جاي، اخر شهر مارس، يعني يمكن يوم 23 مارس و28 مارس. 23 مارس المنتخب المغربي هيقابل المنتخب الموريتاني العربي الشقيق، ويوم 28 مارس المنتخب المغربي هيقابل المنتخب الانجولي. مباريات وديه طبعا استعدادا لبطوله افريقيا ولكاس العالم وتصفيات كاس العالم وكده. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لوليد الرجراجي. وليد الرجراجي اللي طلع وقال لك ان في ناس كتير جدا جدا من المنتخب مش هيكونوا حاضرين معايا، او مش هيكونوا حاضرين معايا المباريات اللي جايه. هو صرح بكده وقال امبارح كمان ان انا اللي طلبت من اشرف حكيمي ان هو يشوط ضربه الجزاء امام جنوب افريقيا، الكوره اللي لو كانت دخلت كانت بكل تاكيد هتأهل او هياخد الثقه المنتخب المغربي وهيقدر يفوز على جنوب افريقيا. ولكن قال لك انا اللي طلبت من اشرف حكيمي انه يشوط الكوره، وقال لك انا المسؤول عن خساره المنتخب المغربي، وانا المسؤول عن اقصاء المنتخب المغربي من بطوله افريقيا. بيقول لك بكل صراحه، بكل صراحه الراجل بيتحمل كامل المسؤوليه. يعني اقصاء المنتخب المغربي ما طلعش واتحجج وقال اللعيبه او قال مش عارف ايه، لا، قال لك انا اللي اتحمل كامل المسؤوليه، انا اللي ما كنتش مركز، انا. ده مين اللي قال كده؟ ده وليد الرجراجي المدير الفني للمنتخب المغربي المحترم والمؤدب جدا جدا. نتمنى ان شاء الله بعون الله نشوف المنتخب المغربي، ان بطولة افريقيا اللي جاية في المغرب جماهير المغرب كلها بالطالب جماهير المغرب كلها بالطالب وليد الرجراجي ان هم يحصلوا على البطولة دي، لان البطولة في ارضك وسط جمهورك. من زمان ما خدتش البطولة. المغرب لو خدت بطولة افريقيا 2025 هيبقى لقب كبير جدا جدا بالنسبة لهم. وانا كمصري والله وانا بحلف اتمنى ان البطولة تكون مغربية على الاراضي المغربية، تكون من نصيب المغرب. يعني هي كان في اراضي كوديفار كانت من نصيب كوديفار، اتمنى ان شاء الله في الاراضي المغربية تكون من نصيب المغرب بعون الله، لان منتخب المغرب يستاهل، لان اللعيبة اللي في المنتخب المغربي تستاهل لقب اللعيبه اللي في المنتخب المغربي. وطبعا مش هنطلع نقول بقى طقس والجو حر والجو مش عارف ايه. اولا البطوله هتلتعب في الصيف، يعني لا في الشتاء ولا برد ولا درجه حراره منخفضه ولا الكلام ده. البطوله هتلتعب في الصيف، وجو المغرب في الصيف بالليل بيكون جو جميل جدا على ما اعتقد. وان شاء الله بعون الله يقدر المنتخب المغربي ياخد البطوله. ولو مش قدر المنتخب المغربي يبقى المنتخب المصري ان شاء الله. نشوف المنتخبين دول يبدعوا ويوصلوا لابعد نقطه في البطوله. الحاجه الاخيره اللي انا عايز اتكلم عليها، امبارح الحدث الصعب جدا اللي ظهر، الحدث الغريب والعجيب، رضا سليم اللي اتشتم واتهان من اخواتنا الجزائريين. رضا سليم اللي عشان رفع العلم المغربي على ظهره وهو نازل من الطائرة في مطار الجزائر اتشتم واتهان من بعض جماهير شباب بلوزداد الجزائري، اللي للأسف الشديد علشان هو مغربي، شوف، علشان هو مغربي يتشتم ويتهان ويتقل منه. لكن اللعيبة المصرية عادي كأن مفيش أي حاجة، محدش منهم اتشتم، عادي جدا. لكن رضا سليم علشان بس مكتوب في بطاقته ان هو مغربي، ان هو من المغرب، اتشتم واتهان واتقل منه. يعني منظر لا يليق. والنادي الاهلي واداره النادي الاهلي اللي ما جابتش سيره للموضوع ده وعدت الموضوع عادي وكأن ما حصلش اي حاجه. اداره الاهلي اللي للاسف الشديد، لو ده واحد مصري، لو ده امام عاشور ولا محمود كهربا ولا حسين الشحات ولا اي لاعب تاني مصري، صدقوني كان اداره النادي الاهلي وقفت على رجليها، كانت اداره النادي الاهلي اتحركت، كانت اداره النادي الاهلي بعتت للكاف الافريقي. ولكن ما شفناش الكلام ده مع رضا سليم. ليه يا جماعه؟ علشان رضا سليم لاعب مغربي، وعشان النادي الاهلي بالنسبه له عادي، اللاعب المغربي بالنسبه له عادي. يعني شفنا اللي حصل مع الشيبي والشحات، وانا قلت القصه دي امبارح واتكلمت في الموضوع ده امبارح، ولكن حبيت اتكلم في نهايه الفيديو علشان الناس كلها تعرف، الناس كلها تعرف ان النادي الاهلي المصري نادي محترم ونادي مؤدب ونادي خلوق واداره محترمه. ولكن انت ما ينفعش لاعب يتشتم قدامك وهو بيلعب في فرقتك وتطنش علشان بس الباسبور بتاعه مكتوب فيه مغربي وتكبر دماغك. ما ينفعش. ده بيلعب اعتبره زي المصري بالظبط، ما تخليش فيه فوارق في اللعيبه،
ما تقولش ان دول بينهم مشاكل وطنش يا عم وعادي. ما تقولش ان دايما هم كده والجزائريين دايما بيشتموا المغاربه وتطنش، لا. هو بيلعب في النادي الاهلي، يعني من الافضل او من الاولى ان انت اللي تدافع عنه مش المغرب، انت اللي تدافع عنه، لان هو بيلعب معاك انت ومسافر معاك انت باسم النادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي للاسف ما اتحركش ولا عمل اي حاجه. وللاسف احنا جايبين الخبر ده من المواقع الاهلاويه، يعني مش هقول لك بقى جايبه من المغرب، المغرب ما اتكلمتش ولا حد، المواقع الاهلاويه هي اللي كتبت الخبر ده، واحنا ناقلين الخبر من المواقع الاهلاويه. ومحدش يقول لي فين الصور وفين الفيديوهات، والله انا قريت خبر، بس خبر كده قريته على المواقع الاهلاويه، لا في صور ولا في فيديوهات ولا ظهر لي اي حاجه. انتوا عارفين اي حاجه، اي مشكله بيكون فيها صور وفيديوهات بجيبها لك وبعرضها لك على طول علشان اثبت ليك. ولكن الخبر ده الوحيد اللي ظهر قدامي على المواقع الاهلاويه اللي ما فيهوش لا صور ولا فيديوهات. ممكن يكون كذب، مش هقدر اقول لك كذب ولا حقيقه، لان انا قريت الخبر وبنقله ليك. انت حر، عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق انت حر. ولكن انا وانت كلنا عارفين اللي بيحصل من اخواتنا الجزائريين او من بعض الجمهور الجزائري. شفنا قبل كده بن شيخه اللي اتشتم واللي اتهان واللي اتقل منه، وكان مدرب اتحاد العاصمه الجزائري، اللي اشتكى وقال ان الجزائريين شتموني. في نفس الوقت او قبلها بشويه او قبلها بكم بسنه، ولا قبلها على طول كان بيدرب في المغرب. شفنا المغاربه كانوا بيحترموه ازاي وبيقدروه ازاي. ولكن فوارق السماء والارض، فوارق السماء والارض. عزيزي المشاهد، هو ده كان فيديو النهارده. شكرا لكل اخواتي وحبايبي، شكرا لكل اخواتي المغاربه المحترمين اللي بيبعتوا لي رسائل محترمه. شكرا لكم. من القلب ما تنساش في النت الدعوه حلوه لاخواتنا، ان ربنا ينصرهم ان شاء الله بعون الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.